جديد يسعد صباحكم مستمعينا عبر الموجة 103.5 وأكيد كل متابعينا عبر صفحتنا على الفيسبوك بويار عربي عبر البث المباشر. مكملين بفقرات عطر الصباح ووصلنا للفقرة الحوارية مؤخرا وتحت شعار ثورة المرأة ضمان مجتمع ديمقراطي حر. عقد مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا مؤتمره الأول في قمشلو. لنعرف أكثر عن مهام المجلس وأهم مخرجات المؤتمر مع ضيفتنا السيدة سهام عموكة عضو منسقية مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا. أهلا بك سيدة سهام على أثير راديو بوير اف ام عبر الموجة 103.5 وعبر البث المباشر من خلال صفحتنا بوير عربي. أهلا وسهلا فيك، تشرفت. بداية سيدة سهام، لو نتعرف أكثر عن هوية مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا. طبعا مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا تأسس في 14/6/2019 وكان قبل أيام مؤتمره الأول. طبعا المؤتمر التأسيسي كان في تاريخ 14/6/2019. مجلس المرأة في شمال شرق سوريا مظلة سياسية ثقافية اجتماعية حقوقية للمرأة، يعبر عن إرادة المرأة المنظمة ويعمل على تعزيز دور المرأة في مراكز صنع القرار وفي القضايا المتعلقة بالمرأة كالقضايا الاستراتيجية التي تهم المرأة. المجلس يتكون من 57 جهة أو تنظيم. تنظيمات المرأة في الأحزاب السياسية تقريبا مو تقريبا بالكامل و24 تنظيم سياسي. 18 منظمة مجتمع المدني المهتمة بقضايا المرأة. مجالس المرأة في الإدارات المدنية في منطقة الرقة، في الطبقة، في دير الزور، في منبج، في منطقة الشهبة. ليست كما إدارة مدنية ولكن كانت ممثلة فيها نساء عفرين، ولكن بعد الاحتلال التركي طبعا واستقرارهم في منطقة الشهبة وفي مخيم الشهبة بالذات يعني ممثلين في المجلس. مختلف مكونات شمال شرق سوريا من كرد وعرب وسريان وأرمن، شركس، تركمان، تشيتشان، إزدين ممثلين في هذا المجلس، بالإضافة إلى شخصيات نسائية مستقلة وتنظيمات المرأة الشابة. كونغراستار كحركة نسائية ممثلة في المجلس، ومنسقية المرأة في الإدارة الذاتية الديمقراطية. لأي جهة سياسية يتبع مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا؟ مجلس المرأة في شمال شرق سوريا جهة مستقلة تماما. بالذات هي ليست مؤسسة من مؤسسات الإدارة الذاتية ولا هيئة من هيئات الإدارة الذاتية، ولكن هناك تنسيق مع بعض الجهات المعنية بقضايا المرأة بين المجلس وبين هذه الجهات، لأن المجلس له هوية مستقلة تماما تضم كافة هذه التنظيمات والتنظيمات من جهات مختلفة وآراء مختلفة ومن مكونات مختلفة، بعضها منضوية في يعني تحت الإدارة الأحزاب موجودة في الإدارة الذاتية. وبعض المنظمات أيضا مرخصة من الإدارة الذاتية، ولكن كتفكير كرؤية سياسية هي مستقلة تماما عن جسم الإدارة الذاتية. لو نتحدث عن أهم المخرجات التي تخص المرأة في مؤتمركم الأول. طبعا كانت هناك مخرجات كثيرة، قرارات، توصيات، تمت النقاش كان مطول جدا، ولكن ما تم الاتفاق على عقد مؤتمر كونفرانس يخص النساء في المناطق المحتلة. سنتكلم لاحقا عن هذا الموضوع. وأيضا توثيق العلاقات مع المنظمات السورية ومع منظمات إقليمية ودولية. جميل. طبعا كافة قضايا المرأة كانت موضوع النقاش، وهناك أهداف كثيرة ومبادئ أساسية للمجلس كجندرة الدستور، كمناهضة العنف، مشاركة المرأة في القرار السياسي، تمكين المرأة من الناحية السياسية، يعني كثير من الأهداف التي تخص المرأة ونسعى لتحقيقها بشأن قضايا المرأة وكالشأن العام، مثلا كنظام حكم في سوريا، رؤيتنا مثلا يكون نظام ديمقراطي تعددي لا مركزي، مجتمع ديمقراطي حر.
يعني إذا برأيك سيدة سهام، ما هو الجديد لديكم الذي يختلف عن باقي المجالس والأطر الإنسانية في شمال وشرق سوريا خاصة وسوريا عامة؟ طبعا مجلس المرأة في شمال شرق سوريا مثل ما قلت لك منظمة مظلة نعم. لكافة النساء أو أغلب منظمات والأحزاب الموجودة في الجغرافيا شمال شرق سوريا، نعم. بكافة مكوناتها. يعني تعتبر جهة تشريعية، إذا لم نقل تعتبر بمثابة برلمان للمرأة. يعني ما فينا نسميه برلمان، ولكن تصدر منها قرارات وسأذكرها. يعني نعم. ما يميز المجلس المرأة في شمال شرق سوريا تشكيل لجنتين، لجنة دستورية ولجنة قانونية. اللجنة الدستورية راعينا التمثيل الجغرافي وكافة الجهات المنضوية تحت مظلة المجلس لتكون في هذه اللجنة. وخلال طبعا اللجنة تشكلت بعد انعقاد المؤتمر التأسيسي في 14/6/2019 نعم. مباشرة، وقامت بأعمالها. يعني اللجنة كانت تعقد اجتماعاتها تقريبا كل 15 يوم على مدى سنة ونصف تقريبا. في هذه الاجتماعات وأنا عضوة في اللجنة الدستورية، نعم. تم مناقشة والاطلاع على كافة أغلب دساتير دول العالم ودساتير سوريا خلال المراحل المتعاقبة. أيضا مراجعة والاطلاع على العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية. وتم استخلاص أو الوصول إلى رؤية مشتركة، رؤيتنا لدستور سوريا المستقبلي وكيفية ضمان حقوق المرأة في هذا الدستور. طبعا نحن كشمال شرق سوريا كمجلس المرأة كمكونات شمال شرق سوريا لسنا ممثلين في لجنة كتابة الدستور، ولسنا مشاركين في العملية السياسية ولجنة التفاوض. نعم. ولكن هناك محاولات من بعض الدول الصديقة ومن بعض الدول لها وزن دولي للضغط لمشاركة هذه المناطق. طبعا بدون مشاركة مناطق شمال شرق سوريا لن يكون هناك حل سياسي. اللجنة الدستورية ستكون أعمال، يعني دستور يمثل فئة معينة أو يكون رأي لفئة نعم. معينة. نعم. سيكون فيه نقص. نحن نعم. ارتأينا أنه نشكل هذه اللجنة ونطلع برؤية دستورية لتكون ورقة أو مشروع بإيدنا. إذن دعينا لهذه اللجنة تكون تمثل إرادة المرأة في شمال شرق سوريا، لأنه هذه ما عدا أنه اللجنة كان وقفت على هذه الرؤية تم توزيعها على كافة الجهات والأحزاب والمنظمات والمؤسسات، وتم النقاش معهم حول هذه الرؤية وأخذ مقترحاتهم بعين الاعتبار. إذن سيدة سهام، تكلمت أن هناك لجنتين دستورية وقانونية. اللجنة القانونية سأتي إلى سنتكلم أكثر عن اللجنة القانونية وعن الأطر النسائية، أو ماذا يختلف الجديد لديكم بسوريا عامة أيضا، ولكن بعد ما نتوصل أو نأخذ فاصل قصير ونعود لنكمل معك سيدة سهام.
عدنا إليكم من جديد مستمعينا عبر إذاعة أو عبر الموجة 103.5، وأكيد متابعينا عبر صفحتنا على الفيسبوك عبر البث المباشر بوير عربي، لنكمل لقاءنا مع السيدة سهام. سيدة سهام، توقفنا قبل الفاصل عن الجديد لديكم الذي يختلف عن باقي المجالس والأطر الإنسانية في شمال وشرق سوريا خاصة وفي سوريا عامة. تكلمتي أن هناك بشمال وشرق سوريا لجنتين دستورية وقانونية. الدستورية يعني طرحتم عقد مشروع أو رؤية مشتركة في حال تمت دعوتكم للتفاوض بشأن الدستور السوري. لنتكلم عن اللجنة القانونية، تفضلي. تمام. عند تأسيس الإدارة الذاتية كانت هناك لجنة وضعت قانون للمرأة خاص بمناطق الإدارة الذاتية. طبعا بعد تشكيل مجلسنا بعد تأسيسه شكلنا لجنة قانونية. تم دمج اللجنتين، اللجنة التي كانت قد تشكلت سابقا مع اللجنة القانونية التي شكلناها، واللجنة كلها صارت باسم اللجنة القانونية في مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا. نعم. اللجنة أيضا كانت أعمالها شاقة وجلساتها مكثفة خلال سنة ونصف تقريبا. نعم. عملت على تعديل وتطوير القانون الذي كانت الخاص بالمرأة الذي كان تم وضعه، لأن تم وضع هذا القانون في ظروف استثنائية، في وضع حرب، في كان يطبق فقط في مناطق الجزيرة، وعند التواصل ومع المجالس في الإدارات المدنية في الرقة والطبقة والدير الزور كانت هناك أصوات نسائية تنادي بتطبيق هذا القانون في مناطقهم أيضا. لهذا تم الوقوف على قانون المرأة وتعديله بما يتناسب كافة الشرائح، كافة المكونات. وأيضا أثناء المؤتمر طبعا اللجنة القانونية عدلت الدستور وطورته وطلعت بمبادئ وأحكام خاصة بالمرأة. كمان تم مناقشتها مع هذه الجهات، واللجنة أيضا تمثل كل الجهات من شمال شرق سوريا وتمثلنا الجغرافية، وتم عرضه على المؤتمر وتم التصديق عليه أثناء المؤتمر. سترفع هذه المبادئ إلى المجلس العام للتصديق عليه وتطبيقه في المرحلة القادمة. نعم. من توصيات مؤتمركم عقد كونفرنس لمناقشة وضع المرأة في المناطق المحتلة. متى سينعقد هذا المؤتمر؟ هدفكم منه وماذا سيناقش فيه؟ نعم، توصيات. هناك توصيات قد نحققها في وقت قريب، وهناك توصيات قد تطول معنا، بحاجة إلى تحضير، بحاجة إلى تواصل، بحاجة إلى جمع معلومات، بحاجة إلى توثيقات. طبعا الكونفرنس لا نستطيع عقده في الأيام القليلة المقبلة، ولكن سنعقدها في الفترة اللاحقة. طبعا ضرورة عقد مثل هذا الكونفرنس في هذه المرحلة. مثلا كثير من المناطق السورية تحت الاحتلال. نعم. جرابلس، الباب، الأعزاز، وحاليا الإدلب تعتبر المنطقة أيضا منطقتنا، عفرين، سريكانية، جريسبي. وهناك تهديدات مستمرة على شمال شرق سوريا من الدولة التركية التي هاجمت هذه المناطق واحتلتها بالنهاية تنفيذا لمخطط أو لمشروع كانت قد وضعتها الدولة التركية سابقا في سنوات الماضية، وتنفذها الآن دولة العدالة، الحكومة العدالة والتنمية. صحيح. طبعا في هذه المناطق ترتكب انتهاكات فظيعة بحق المرأة، بحق الحضارة، بحق الجغرافيا، بحق البشر والحجر، بحق البيئة، حتى بحق البيئة. نعم. من قطع الأشجار وما شابه ذلك. نعم. لهذا ضروري أن نعقد هكذا كونفرنس لنوقف على كل هذه الانتهاكات. ما هي خططكم لأجل تطوير العلاقات مع المنظمات والحركات النسائية في سوريا والعالم؟ هل هناك تواصل مع هذه المنظمات لوضع استراتيجية للعمل النسوي المشترك؟
من توصيات المؤتمر أيضا مهم. توثيق العلاقات مع المنظمات السورية نعم. والإقليمية والدولية. مهم. طبعا قبل المؤتمر، بعد المؤتمر التأسيسي أو التأسيسي كان لنا اتصالات مع منظمات، مهم. وشكلنا مبادرة باسم مناهضة العنف، مناهضة الاحتلال وإبادة النساء من أجل الأمن والسلام على مستوى الشرق الأوسط، مهم. ممثلة في منظمات نسائية في عضوة من المجلس ممثلة باسم المجلس في هذه المبادرة. نعم. لنا تواصلات مع منظمة رابطة نساء السوريات، مهم. وتم دعوتهن أكثر من مرة ليكن ضيفات على ندوات حوارية وجلسات حوارية وندوات رقمية على برنامج الزوم في مهم. فترة انتشار وباء كورونا. نعم. تواصلنا معهم مستمر حتى تم توجيه دعوات لهم أثناء المؤتمر، نعم. ووجهوا رسائل صوتية ورسائل كتابية للمؤتمر. نعم. يعني التواصل موجود ولنا علاقات، ولكن نسعى إلى تطوير وتوثيق وتعزيز هذه العلاقات، لأنه قضية المرأة سواء كانت في شمال شرق سوريا، كانت في سوريا، في العالم، هي قضية واحدة. نعم. والحل يحتاج إلى جهود كافة النساء العالم لحل قضية المرأة. نعم. سيدة سهام، مهام وأعمال مجلس المرأة لشمال وشرق سوريا. بالدرجة الأولى نركز على العملية السياسية، تمكين السياسي للمرأة لمشاركتها في مراكز صنع القرار. مهم. كانت لنا أثناء زيارة وفود أجنبية ووفود من وزارات خارجية خاصة دولة السويد، ناقشنا معهم حول هذه النقطة، وتم فتح قنوات بيننا وبين منظمات دولية مهتمة بهذا الشأن، كمنظمة أولف بالما، منظمة كفينا تلكفينا، وتم عدة لقاءات، حتى لقاء عبر النت مع وزيرة الخارجية السويدية حول هذا الموضوع. نعم. ولقاء مع منظمة كفينا تلكفينا حول فتح أو تأسيس أكاديمية سياسية في شمال شرق سوريا لمجلس المرأة في شمال شرق سوريا لتمكين المرأة سياسيا وإمدادنا من الناحية المعنوية ومن الناحية المادية أيضا. قبل مؤتمر بروكسل للمانحين كانت هناك جلسة مغلقة مع أيضا وزارة الخارجية السويدية بخصوص هذا الموضوع. كمجلس المرأة في شمال شرق سوريا شاركنا في هذه الغرفة المغلقة، وقدمنا اقتراحات ومطالب لهذه الغرفة. مع منظمة أولف بالما كانت هناك تمكين سياسي حول عملية التحول الديمقراطي في سوريا كمنظمة دولية. بما أنه سيدة سهام عم نحكي عن مهام وأعمال مجلس المرأة، ما هي أهم الأسماء من النساء الناشطات في مجال المرأة؟ يعني المنضويات تحت مجلس المرأة. مجلس نعم. المرأة في شمال شرق نعم. سوريا. نحن كمجلس المرأة في شمال شرق سوريا لم نحدد الجهات بأسمائهم. مثلا الأحزاب السياسية المنضوية تحت مظلة المجلس هي من لها الحق في تسمية عضوتين ليكون ممثلات عنهم في هذا المجلس. كل حزب عضوتين. منظمة مجتمع مدني المهتمة بقضايا المرأة تسمية عضوتين. من المجالس مثلا 3 عضوات، وهكذا من المكونات نفس الشيء. يعني هالشيء يعود إلى الجهة التي، ولكن في شخصيات نسائية معروفة ومهتمة بالشأن العام، مهتمة يعني متابعة لقضايا المرأة ضمن مجلس المرأة، وحتى شخصيات مستقلة أيضا. أوضحتم خلال قرارات المؤتمر أنكم ستعقدون ورشات عمل وندوات لتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا، وقبل قليل كنا نتحدث بهذا الموضوع. آلية عقد الورشات وأين ستقام؟ الورشات عقدنا ورشات قبل انعقاد مؤتمرنا اللي كان ب 11/6/2021 بتنسيق مع منظمة نداء جنيف. نداء. وسيكون لنا يعني تنسيق مع منظمات أخرى بهذا الشأن، منظمات الخاصة
التي تساهم في تمكين المرأة سياسيا. طبعا المكان هو مركزنا في أها. قاعة مهم. للمحاضرات، الانعقاد كان بالمركز. مهم. مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا كيف يسلط الضوء على قضايا المرأة وخاصة العنف ضد المرأة؟ ما هي مهامكم في هذا الإطار؟ طبعا العنف مهم. بأشكاله بمظاهره مهم. منتشر، وخاصة بعد الأزمة السورية. نعم. يعني لا نقول أنه مرتبط بالأزمة السورية، ولكن مهم. تم انتشاره بشكل أكبر في مرحلة الأزمة وتدهور الحالة الاقتصادية وتدمير البنية الاجتماعية وتفكك الأسرة، صحيح. بسبب الذهنية السلطوية الذكورية، ذكورية. بسبب صحيح. العادات والتقاليد موجودة. مهم. ولكن كمجلس لدينا مثل ما قلت منظمات مجتمع مدني منضوية تحت مظلة المجلس تهتم بهذه بقضايا القضايا. العنف. مثلا مهم. منظمة سارة لمناهضة العنف ضد المرأة، نتابع العمل من خلال هذه المنظمات الموجودة أها. ضمن المجلس. مثلا منظمة لجنة المرأة في منظمة حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة مهم. أيضا موجودة ضمن المجلس لتوثيق انتهاكات التي ترتكب بحق النساء. اتصال مع مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة، مهم. وهم ممثلين أيضا في اللجنة القانونية. مهم. يعني من خلال هذه المنظمات عم تقدروا انكم تتواصلوا معهم اكثر؟ نتواصل طيب ونطلع على لننتقل. ملفات العنف. لننتقل سيدة سهام إلى وضع النساء النازحات في المخيمات. هل هناك استراتيجية أيضا للتواصل معهن؟ وهل تقدمون لهن الرعاية الكافية من دعم نفسي وورشات تعليمية عبر هذه المنظمات؟ تمام. وضع أها. النازحات في مخيمات اللجوء وضع صعب جدا، نعم. وأمامهم تحديات كبيرة. مهم. يعيشنا في ظروف في غاية الصعوبة والقساوة. نعم. يعني المخيم يفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، نعم. وهناك استغلال للنساء ضمن مخيمات النزوح نعم. من حتى إدارات المخيمات. ونحن كمجلس ليس لدينا أي تمويل، نعم. وميزانية المجلس ومالية المجلس تعتمد على اشتراكات الجهات المنضوية تحت مظلة المجلس مهم. بنسب متفاوتة كل حسب قدرته. نعم. كدعم مادي لم نقدم لأي مخيم، مهم. إلا أثناء زيارتنا لمخيم واشوكاني قدمنا مبلغ مالي نعم. حسب نعم. ميزانية. ولكن صحيح. عم نوصل صوت النازحات مهم. ومعاناة النازحات إلى الجهات الدولية المعنية، وعم نناقش مع الوفود الخارجية التي تزور المركز. نعم. نتواصل معهم بشأن هذه المخيمات لفتح المعابر لتوجيه المنظمات الموجودة ضمن مجلس المحلية وخاصة الدولية نعم. التي تعمل على الأرض للتوجه إلى هذه المخيمات وتقديم الدعم لهذه المنظمات، مهم. لهذه النازحات. هناك منظمات أيضا ضمن المجلس تتابع عمل النازحات وتقديم الدعم النفسي وما شابه للنازحات. مهم. قمنا بإعطاء عدة محاضرات مهم. لا أكثر يعني، ولكن عن طريق منظمات المنضوية أيضا تحت مظلة المجلس. نعم. نتابع وضع النازحات. أيضا سيدة سهام، هل لديكم مشروع للعمل على توعية نسوة داعش في المخيمات؟ موضوع الهول ونساء نعم. داعش بصراحة معقد جدا، مهم. وهي قنبلة موقوتة ضمن صحيح. مناطق شمال شرق سوريا. صحيح. وتم النقاش عليها أكثر من مرة مع الجهات المعنية في الدولية بشأن، لأنه قضية داعش، نساء داعش ومخيم الهول أكبر من أنه يتحملها مجلس كمجلس المرأة أو حتى الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا. نعم. موضوع شائك، موضوع يعني نواجه تحديات كبيرة. صحيح. الأطفال الموجودين والنساء ليس أغلبهم ضحايا، في منهم يعني مزروع في تفكيرهم أفكار متطرفة. هم نساء داعشيات بامتياز. نعم. ويربين أطفالهن على هذا التوجه. فبحاجة إلى جهود جبارة لنستطيع أن نسيطر
على هذا، ويتم التواصل معهم لاستلام، كل دولة تستلم رعاياها نعم. الموجودين أو الموجودات في مخيم الهول. أيضا منظمات ضمن المجلس تتابع هذا الوضع وتعمل دورات تدريبية لإعادة تأهيلهم للاندماج في المجتمع. نعم. لأنه في نساء ضحايا على الشغل، صحيح. أكثر شيء يكون على دول مشان يقدروا يندمجوا بالمستقبل بالمجتمع. في المجتمع. لنتحدث سيدة سهام عن انتشار حالات الانتحار بين النسوة والفتيات بكثرة في منطقتنا، خاصة ما بين أعمار خلينا نقول 16 وال20 سنة. هل لديكم اطلاع ولجان تعمل في هذا الشأن؟ مسألة الانتحار، ظاهرة الانتحار كانت موجودة، هي ظاهرة، ولكن بعد الأزمة السورية كسرت الأرقام في تزايد مستمر بسبب مثل ما قلت انهيار البنية المجتمعية، بسبب الوضع الاقتصادي، بسبب الضغوطات النفسية اللي تتعرض لها النساء، ليس بين النساء، بين الرجال أيضا وبين الأطفال خاصة. يعني كل هذه الضغوطات تسد الطريق أمام الإنسان فيلجأ إلى الانتحار، ولكن الظاهرة سلبية بامتياز. نعم. وبحاجة لوضع استراتيجية وحلول. طبعا بدها إمكانيات كبيرة، بدها تكاثف جهود، بدها تنظيم، بدها يعني المناهج التعليمية صحيح. تركز على هذه الظاهرة. و هيئة التربية تعمل نعم تثقيف صحيح. يعني نشر ثقافة. الإعلام أيضا مسؤول طبعا عن ازدياد الأعداد. مثلا لو عندنا إعلام إعلام مهني يقوم بواجبه على أكمل وجه، يسلط الضوء على هذه الحالات وأسبابها ومناقشتها مع الجهات المعنية لإيجاد سبل الحل، أكيد راح يكون في تناقص، وأكيد مع وجود حل سياسي، وجود إنهاء الحرب، تغيير ثقافة التعامل أو النظرة النمطية حتى للمرأة، الصورة النمطية صحيح. التمييز، العنف، كل هذه تساهم بشكل أو بآخر في هذه الظاهرة المخيفة حقا. سيدة سهام، متابعة حالات التحرش الجنسي والاغتصاب ضد المرأة أهم ما نوقش وتم الوقوف عنده، وهل اتخذتم أي قرار ضمن توصيات مؤتمركم بشأن هذه القضايا؟ المسائل التحرش ومسائل العنف ومسائل خاصة، هذه الجزئيات يعني لم نناقش بالمؤتمر بشكله، يعني بشكل أوسع، أنه ما أوسع، بس لا، هناك الوقوف عليه من ضمن يعني أهدافنا، استراتيجيتنا، عم نوقف عليه. مثلا حالة التحرش الجنسي اللي صارت بتربسبي، نحن كمجلس تابعنا الحالة وجلسنا مع هيئة العدالة، عدالة المرأة، وناقشنا الموضوع. مثلا إذا في حالة مركز أو منظمة سارة تتابع هذه الحالات، في مرات كثيرة تكون هي جهة الادعاء الشخصي إذا لم تكن هناك جهة للادعاء ليأخذ القانون مجراه، يعني عن طريق هذه المنظمات أيضا، وبتدخلنا المباشر مرات كثيرة عم نتابع هذا الموضوع. أيضا الملفات عديدة. ماذا عن زواج القاصرات؟ المصيبة الأكبر هي زواج القاصرات. نعم. أيضا لها ظروف تدفع هذه الفتاة، الظروف والتحديات اللي تمر بها، والأهل، عدم الوعي، الفقر، وضع الحرب، النزوح، التهديدات المستمرة، الخوف من المستقبل المجهول، تدفع بالعائلات إلى تزويج بناتهن في سن مبكر، وإلها آثار سلبية كتير على المجتمع. نعم. يعني فتاة مكانها مقاعد الدراسة، نعم، اللعب بالشارع، ممارسة حياة طفولتها، تعيش طفولتها، تكون أم ومرة تكون مطلقة. نعم. فتاة تحمل
نعم. وفتاة مطلقة ما زالت طفلة تبكي على دمية. كيف لنا أن يعني نناقش ونقف على هذه الأمور؟ يعني موضوع كتير شائك، نعم. موضوع صعب، بحاجة لدراسات، بحاجة إلى توعية، بحاجة إلى بناء مجتمع ديمقراطي يكون الكل فيه له حقوق وواجبات، يقدر من خلاله يكون له صوت، له كيان، له إرادة. يعني المسألة إن مترابطة شاء الله يا رب. ومتشائكة جدا جدا. نأمل أن يصبح مجتمعنا يعني أنه يسلط الضوء على هي الملفات، وخاصة زواج القاصرات، ومن خلالكم طبعا أنتم طبعا كمجلس بالقانون طبعا المرأة زواج وبقانون القاصرات المرأة. ممنوع، صحيح. وجريمة تعتبر جريمة بحق الإنسانية طبعا. زواج القاصر. مهم. هنا أيضا سيدة سهام أريد أن أضيف موضوع عمالة المرأة. نشاهد المرأة تعمل في أعمال مرهقة للغاية في الفترة الأخيرة. كيفية معالجة عمالة المرأة خاصة في الأعمال المرهقة والمتعبة؟ مثلا هناك معامل المنتجات الغذائية كما تعلمين، المشروبات وغيرها. لا، عمالة المرأة بدأت مع ظهور الأزمة السورية وتفحيلت عن جد. مهم. يعني قبل كانت الأعمال المرأة أعمال إدارية، أعمال بسيطة. مهم. آه، بحس إنه لما نحكي عن عمالة المرأة عم ندخل بتناقض، عم نقول مساواة بين المرأة والرجل، مهم. ولكن في أعمال مجهدة حقا. صحيح. ايه، يعني ما فينا نقول نركز على الصورة النمطية انه هل عمل خاص بالمرأة وهذا العمل خاص خاص بالرجل. بالرجل. مهم. يعني ولو تكرست هذه الثقافة في أذهاننا منذ الصغر. الصغر يعني مثلا في مناهج الدراسية السورية اللي كنا عم ندرسها قبل في السبعينيات والخمسينيات، دائما الأم في المطبخ تعمل في المطبخ، طبعا. الأب يقرأ الجريدة، مهم. الرباب تساعد أمها في المطبخ، ولكن رامز بس يعمل يلعب في في الشارع. الشارع يعني من تماما. حقه يلعب، بس من مهم. حق الفتاة لازم تساعد أمها في المطبخ. نعم. يعني تحديد نوع عمل المرأة أو الرجل رح ندخل بتناقض. مهم. بس عمالة المرأة وخاصة الفتيات الصغيرات في السن مهم. عم نشاهدها في هذه الأيام. مثلا فتاة صغيرة لا يتجاوز عمرها 12 سنة تنزل حمل شاحنة، نعم. صحيح. شيء ملفت. مهم. امرأة تشتغل على جرار وتحرس الأرض، امرأة تعمل في تصليح البرادات لتعيل أسرتها. صحيح. يعني هناك توجه، هاي كمان للضرورة. كثير من النساء فقدنا أزواجهن صحيح. ولا بسبب يوجد الحرب. معيل للأسرة، فتضطر المرأة لعمل أي شيء لتؤمن قوت بيتها وتعيش بكرامتها، ولو يؤثر على صحتها النفسية وعلى صحتها الجسدية أيضا. مهم. سيدة سهام، متابعتكم لعمل المنظمات الدولية الخاصة بالمرأة أو التنسيق معهم بخصوص ملف المرأة في شمال وشرق سوريا. مثل ما قلت أنه لنا تواصلات، ناقشنا موضوع ملف المرأة مع وزارة الخارجية السويدية، سويديا. وزيرة الخارجية السويدية، ناقشنا مع مركز أولف بالما، ناقشنا مع مركز منظمة كفينا تلكفينا، مهم. منظمات أيضا من خلال مثل ما قلت لك مبادرة مناهضة الاحتلال والإبادة النساء اللي على مستوى الشرق الأوسط. عم نناقش هذه الأمور مع هذه المنظمات. كانت لنا زيارات تم تحديدها قبل انتشار جائحة الكورونا، نعم. زيارة كثير من الدول الإقليمية مثل تونس، مصر، عراق، بيروت، للقاء بهذه المنظمات على مستوى الشرق الأوسط، وأيضا لتوثيق العلاقات مع المنظمات الدولية بهذا الشأن. ولكن بسبب جائحة الكورونا والإجراءات تم تأجيل هذه الزيارات واللقاءات مع هذه المنظمات، ولكن هناك تواصلات عن طريق النت. سيدة سهام، ماذا عن الزوجة الثانية وقانون تعدد الزوجات في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا؟ هلا كقانون الدولة السورية، قانون الأحوال الشخصية واللي استند إلى الشريعة الإسلامية، سمح ب4 زوجات. الإسلام أيضا سمح، ولكن ضمن الشروط، إن لم تعدلوا فواحدة.
ولكن لا يكون هناك العدل. ولن تعدلوا. لن تعدلوا، ولن طالما تعدلوا. لن تعدلوا ما كان في داعي أصلا لتعدد الزوجات، صحيح. طالما نحن متأكدين من النتيجة سلفا. تعدد الزوجات أعتبرها أنا جريمة بحق المرأة، طعن في كرامة المرأة، في إنسانية المرأة. ولكن قانون الإدارة الذاتية، قانون المرأة في الإدارة الذاتية، هناك منع بات لتعدد الزوجات. إذا تزوج إنسان مثلا قبل، مثل ما قلت لك أنه كان في عم يطبق قانون المرأة في مناطق في أقليم الجزيرة، ولكن كانت هناك رجال يرسمون إلى منبج، إلى دير الزور، إلى رقة، يتزوجن هنا ويرجعن إلى حتى يعطينا صفة شرعية لزواجهن. بس في مناطقنا وحسب القانون ممنوع تعدد الزوجات، ممنوع الزوجة الثانية. الزوجة الثانية تطلق حتما إذا تزوج في السر وانكشف الأمر، لازم يصير الطلاق. إذا كان هناك حمل والحمل كان ظاهر، الولد بعد ما يولد أو البنت مثلا المولود يتسجل، يعني النسب يكون للأب، يأخذ نسب والده مع طبعا عقوبة حبس وغرامة مالية إذا تزوج من الثانية. منع الزواج الثاني هناك يبدو يمكن، أو على ما أعتقد هناك شروط، يعني اللي بده يتزوج مثلا مرة ثانية، هل هناك شروط أم أنه منعا باتا الزواج مرة حسب ثانية؟ آخر اطلاعي على قانون المرأة أنه ممنوع منعا باتا زواج، يعني تعتبر جريمة. يعني كيف الإنسان بده يتزوج اثنين، يعني ممنوع منع بات. بس إذا في تعديلات تتماشى مع أنه تطبيق القانون في المناطق، مثلا في الرقة وطبقة ودير الزور وهذه المناطق، يعني مراعاة للعادات والتقاليد، تم وضع شروط. ليس لدي أي اطلاع على هذه الشروط. اللجنة القانونية ضمن المجلس هي اللي تتابع هذه الأمور. نعم. سيدة سهام، أيضا هنا أود أن أسألك عن العادات والتقاليد، تكلمت عنها السائدة في مجتمعنا حول المرأة، حقوقها، واجباتها. لو تشرحي لنا هذه المسألة، كيف ناقشتم الأمر وآلية إيجاد بعض الحلول في المجتمع؟ العادات والتقاليد طبعا موروثات وأعراف تعود عليها الناس خلال سنوات، وليس بالسهولة تغييرها بين ليلة وضحاها. طبعا هناك عادات وتقاليد يجب الحفاظ عليها، ليست يعني، وهناك عادات يجب التخلص منها، عادات بالية تقف عائقا في وجه تقدم المجتمع وتقدم المرأة. مثلا عادة الحيار التي كانت تطبق تمارس في مناطقنا، بحيث حيار البنت، السأر، البدل، مثلا تبديل عروسين مع بعض. صحيح. يعني هذه العادات ودون إرادة المرأة حتى تكون الفتاة إلى رأي بهذا الاختيار، يعني تؤثر مثلا حتى بناحية لباس المرأة، وحتى ممكن كمان بالميراث. بالميراث طبعا مثل ما قلت، الميراث والشغلات، شهادة المرأة أمام المحاكم، القانون الأحوال الشخصية السوري كان معتمد على الشريعة الإسلامية. صحيح. مثلا للذكر مثل حظ الأنثيين. صحيح. يعني كثير من مرات ناقشت هذا الموضوع وخلال اللقاءات، أنه ربما تكون الفتاة هي المنتجة في البيت. نعم. وهي من تصرف على البيت، والشاب يكون عاطل عن العمل وغير مهتم، وبالنهاية للذكر مثل حظ الأنثيين. أين العدل في ذلك؟ صحيح. شهادة المرأة مقابل امرأتين مقابل رجل في المحاكم، يعني جريمة بحق المرأة. ربما تكون المرأة محامية أو تكون دكتورة أو تكون مهندسة، والرجل يكون راعي، مع احترامي لكل العمل يقوم به الإنسان لكسب قوت عيشه يعني. ولكن هناك في تفاوت بدرجات التفكير، بالثقافة. يعني كيف امرأة محامية ودكتورة مقابل شهادة عامل، شهادة راعي، شهادة إنسان أمي؟ يعني وين العدل في ذلك؟ يعني هناك الكثير. نعم سيدة سهام،
كيف ستتابعون أمور المرأة الريفية؟ طبعا معالجة قضايا المرأة في الريف تحتاج إلى جهد وفرق مختصة، مشروعكم حول هذه القضية؟ أغلب المنظمات مهم. وأغلب العمل كان على المرأة أصلا المتحررة مهم. في عمل منظمات المجتمع المدني. ولو منظمات المجتمع المدني يعني عمل جديد، مفهوم جديد دخل على منطقة صحيح. منطقتنا وعلى سوريا بعد الأزمة السورية، نعم. لأن كان مرتبط بالحكومة، بالدولة، بالنظام. مثلا اتحاد النساء السوري كانت مؤسسة من مؤسسات الدولة. صحيح. الشبيبة، طلائع، نقابات العمال، نقابات الفلاحين، فلاحين. المعلمين، كلها صحيح. كانت تحت قبضة النظام. مم. يعني مفهوم المجتمع المدني لم يكن واضح والمفهوم الصحيح. بعد الأزمة ضل هذا الموروث. مهم. يعني منظمات المجتمع المدني اقتصر عملها على النخبة مهم. أصلا الواعية. أها. هلا عم يدعونا لجلسة نقاش، لندوة حوارية، النخبة مهم. تندعى. أما المرأة الريفية، المرأة في الحارات الشعبية، هي اللي بدها ما دورات زالت وورشات. مقصية، ما زالت صحيح. لا أحد لا يتابع أمورها. ولكن نحن في المجلس مهم. ركزنا على هذه النقطة، مهم. وراح نحط خطة بديلة، خطة لاستهداف المرأة الريفية، مهم. وأعطاء محاضرات مكثفة لتمكينها، لمعرفتها بحقوقها، واجبة. بواجباتها، لانخراطها في العمل السياسي، في العمل المدني. مهم. يعني هناك خطة عمل. تقييم حال ووضع المرأة في مناطق وشمال وشرق سوريا بعد مرور 11 سنة على الحرب السورية. طبعا الأزمة السورية بدأت بثورة، ولكن بعد 6 أشهر انحرفت مم. مسارها، مهم. تحولت إلى عسكرة. مهم. طبعا بسبب تدخل الدول الإقليمية، نعم. وصلنا أمام حرب على سوريا وفي سوريا، صراع. في هذه الفترة نعم. هذه الأزمة كانت لها تداعيات كثيرة على المرأة. ونحن كمجلس المرأة عملنا كثير من الندوات على برنامج الزوم عن تأثير الأزمة السورية على واقع المرأة، على واقع السياسي، الاجتماعي، التعليمي، الفكري، الصحي. ركزنا الضوء وبالتنسيق أو استضافة نساء سوريات من منظمات نسائية مم. سورية. تداعيات الأزمة كانت على المرأة تحديات، يعني تداعيات كبيرة، تداعيات اقتصادية، والقانون القيصر كان له أيضا تداعيات، وعملنا جلسة حوارية بهذا الخصوص، وخرجت الجلسة بتوصيات تم مهم. إيصالها إلى الجهات المعنية في الإدارة الذاتية، كهيئة الاقتصاد، كاقتصاد المرأة. مهم. يعني كانت الأزمة سلاح ذو حدين. مهم. تأثرت المرأة فيه كثيرا، ولكن في مناطقنا انقلبت إلى ثورة فكرية، إلى ثورة اجتماعية، مهم. إلى ثورة سياسية. يعني ثورة المرأة في روج آفا أو في مناطق شمال وشرق سوريا كانت ثورة حقيقية. المرأة شاركت في المجال السياسي نعم. من خلال الأحزاب، من خلال المجالس، من خلال، وشاركت في الإدارات. مهم. كانت مساهمة في تأسيس الإدارة الذاتية نعم. الديمقراطية، ليست مشاركة ولكنها مساهمة. مهم. ساهمت في البناء، مهم. تكريس النظام الرئاسة المشتركة مهم. في المجالس، في الإدارات، في عطى دافع للمرأة. تمثيل المرأة يعني في مجال التعليم مهم. نسبة 70%. مهم. يعني تأسيس وتنظيم قوات خاصة بالمرأة، نعم. كقوات حماية المرأة، نعم. كأسايش قوات الأمن الداخلي، أسايش المرأة، قوات الحماية المجتمعية، مهم. لتكون الدرع الحامي للمرأة والمجتمع. إذن المرأة في شمال شرق سوريا قلبت الثورة لصالحها، نعم. وانخرطت في كل المجالات وأبدعت، وخاصة في المجال العسكري. نعم. يعني على مستوى العالم ليست هناك جيوش خاصة بالنساء، ليست هناك تنظيمات أو قوات خاصة بالنساء، مهم. قوات ليست قوات هجومية ولكن قوات دفاعية. مهم. وتضحيات المرأة
تضحيات يبهجة في كوباني، في مقاومة كوباني، في الوقوف في وجه تنظيمات داعش، في محاربة قوات تركيا والفصائل المرتبطة بها المرتزقة أثناء هجماتها على مناطق عفرين وسريكانية وغريسبي. أبهرت العالم بتلك التضحيات. نعم. هناك نساء في الدول الأوروبية يقلدن عمل نساء. النساء جئنا للانضمام، وهناك شهيدات صحيح. أمميات. وفي صح. المؤتمر كانت هناك لوحة لصور الشهيدات الأمميات اللواتي استشهدن على أرض روجافا وفي ثورة روجافا. إذن المرأة عطت صدى، يعني المرأة الكردية بالذات اللي استقبلت في قصر أليزيه بالزي الكردي وبالزي العسكري كانت له صدى كبير. نعم. وكان له معنى كبير أيضا. فهذا يدل على ما توصلت إليه المرأة وما حققته من إنجازات وما اكتسبته في هذه الثورة. ونحن كمجلس سوف نحافظ على هذه المكتسبات وعلى هذه الإنجازات التي حققتها المرأة، ولكن هذا لا يعني أنه وصلنا إلى نهاية المطاف. صحيح. سيدة سهام، كلمة أخيرة عبر أثير بوير اف ام لك، تفضلي. مثل ما قلت، ثورة المرأة بدأت، ولكن ثورة المرأة لم تنتهي بعد. نعم. طالما هناك نساء يتعرضن للعنف، طالما هناك نساء لم يعرفن حتى الآن حقوقهن وواجباتهن، نساء مغيبات، طالما هناك سلطة ذكورية، طالما هناك تفكير متطرف، لأنه قضية المرأة ليست قضية المرأة لوحدها. نعم. هي قضية الجنسين، هي قضية المجتمع. علينا أن نحرر الجنسين معا. نعم. لا نبني نظام أنثوي بدل النظام الذكوري السلطوي لنعكس الآية. لا، المجتمع نبني مجتمع ديمقراطي، مجتمع يكون المرأة والرجل متساويين في الحقوق والواجبات، وكل يأخذ ما له ويعمل ما عليه. شكرا لك السيدة سهام عموك، عضو منسقية مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا، على هذه المعلومات. شكرا جزيلا لحضورك معنا. شكرا لإذاعة بوير على هذه الاستضافة الجميلة. شكرا لك. مكملين معكم بفقرات عطر الصباح، ولكن بعد الفاصل.